عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبتدي حلقة النهاردة بفكرك تدوس على اللايك المتين، تعمل اشتراك في القناة لو مش مشترك، تدوس على الجرس ومش مهم الفين. انا النهاردة جاي اقول لكم على افضل منتج موجود في السوق المصرية، مصنوع من الحديد الزهر سواء طاسات او جريلات، وبالتالي هتبقى افضل شركة برضو هي اللي بتعمل افضل منتج. عشان اقول لك افضل منتج موجود في السوق المصرية هنتكلم مع بعض عن 4 بنود. الاربع بنود دول هم أهم 4 بنود هيحددوا لي أفضل منتج في السوق المصرية. خلونا نبتدي كده مع بعض ال4 بنود ونتكلم على كل بند بالتفصيل بعد كده. أول بند عندي الوزن، تاني بند عندي المقاس المناسب، تالت بند عندي الفينش، رابع بند عندي السعر أو تمن المنتج. نمسكهم كده بالتفصيل مع بعض واحدة واحدة. أول بند قلنا عليه هو الوزن. الوزن عامل مهم جدا في نجاح التجربة أو فشلها. بمعنى لو خدنا مثال الطاسات ال 30 سم، الطاسات ال 30 سم بتبتدي من 3 كيلو 800 تقريبا لحد 7 أو 8 كيلو. فأنا اختياري للوزن هنا هيبقى عامل مهم جدًا في نجاح التجربة. هل أنا هاقدر أتعامل مع الوزن التقيل والّا لأ؟ هل لو جبت طاسة مثلًا 8 كيلو هاقدر أتعامل معاها والّا لأ؟ لو جبت طاسة 5 كيلو هاقدر أتعامل معاها والّا لأ؟ لو جبت طاسة 4 كيلو هتبقى مناسبة ليّا والّا لأ؟ فاختيار الوزن هنا مهم. ما اختارش وزن تقيل جدًا وارجع أقول لا يا جماعة أنتم بتتكلموا في منتج تقيل وما بينفعش نحرّكه من مكانه، ده منتج مش حلو. أنا إيه اللي يجبرني إن أنا أشتري حاجة 7، 8 كيلو وأتحرّك بيها والّا حتى أجيب طاسة 5 كيلو وتبقى تقيلة عليّا وأنا باشتغل طيب عشان كده بنتكلّم وبنقول اختيار الوزن المناسب ليّا شخصيًا، بعيدًا عن كلام أي حد. يعني ناس كتيرة جدًا بتحب تشتري الطاسة اللي هي 7 كيلو، لإن هي بتدّي أداء مختلف. بمعنى إيه؟ بتدّي أداء مختلف في الأكل. كثافة الحديد الكتيرة جدًا اللي موجودة بتخلّي الطاسة دي سخنة جدًا، وبالتالي الأكل بيستوي بسرعة جدًا، وده بيخلّي للأكل طعم مختلف. يعني طريقة التسوية السريعة دي بتدّي للأكل طعم مختلف. فأنا النهارده لمّا آجي أختار أول بند عندي الوزن، أحُط ال5 شركات المصرية قدّامي أو أكتبها في ورقة وأعمل أول بند عندي كده الوزن. وابتدي أعلّم علامة صح أو غلط تحت كل شركة، هل هي بتدّيني الوزن اللي أنا محتاجه والّا لأ؟ يبقى إحنا كده عرفنا أول بند عندنا هو الوزن المناسب ليّا شخصيًا. طيب تاني بند عندنا إيه هو؟ المقاس المناسب. يعني إيه المقاس المناسب؟ أنا النهارده محتاج طاسة 20 سنتي. ال5 شركات المصرية اللي موجودة عندنا، في بيعمل مقاس 20 وفي ما بيعملش مقاس 20، وده هيسهّل عليّا الموضوع. الشركة اللي ما بتعملش مقاس 20 مثلًا، فأنا هاعمل عليها علامة غلط، لإن هي خلاص هي already ما عندهاش المقاس اللي أنا محتاجه. ولنفرض مثلًا إن أنا بادوّر على مقاس 30، ال5 شركات المصرية عندهم مقاس 30، بس ال5 شركات أوزانهم مختلفة عن بعض. فأنا هابُص على الوزن وهابُص على المقاس، هاربط الاتنين ببعض، هيسهّل عليّا هنا موضوع الاختيار برضه. يعني أنا ال5 شركات بتعمل مقاس 30 سنتي، بس وزن الشركة دي تقيل، فأنا مش هينفع أشتريه. ووزن الشركة دي مناسب ليّا، فأنا هينفع أشتريه. يبقى إحنا هنا عندنا أول بند الوزن، تاني بند المقاس المناسب، تالت بند الfinish. والfinish هنا معناه الشكل العام للمنتج، مش الquality أو مش المكونات اللي مصنوع منها المنتج. خلّينا نتفق إن ال5 شركات بيقدّموا منتجات محترمة جدًا من خامات محترمة جدًا، فالfinish هو الشكل العام للمنتج الخارجي. خلّينا نقسّم ال5 شركات زي ما اتفقنا قدّامنا على ورقة أو في دماغنا، وبنعمل علامة صح أو غلط. هابُص على ال5 شركات، وليكن برضه هنحط مثال الطاسة ال30 سنتي، ونشوف الشكل اللي عاجبني إيه، لإن ال5 شركات بيقدّموا 5 أشكال مختلفة. فأنا النهارده هابُص على س وص وع، لقيتهم مدّينّي المنتج اللي أنا عايزه، تمام. مش مدّينّي المنتج اللي أنا عايزه، فأنا باعلّم عليهم علامة غلط. فهنا هيسهّل لي الاختيار أكتر. هنا عندي الشركة دي مش مهتمة بالfinish، وعندي الشركة دي مهتمة جدًا بالfinish. أنا بقى هاشوف هل أنا موضوع الfinish فارق معايا والّا مش فارق معايا؟ هنا دي هترجع ليكم مش ليّا. يبقى الاختيار في الfinish راجع لحضراتكم. أنت لو مش عاجبك المنتج ده عشان خاطر شكله أو الfinish العام من برّه شكله مش حلو، فخلاص أنا already هاستبعد الشركة دي. عندي الشركة دي مقدّمة لي finish حلو جدًا، خلاص يبقى أنا already هاعلّم عليها علامة صح من ضمن البنود اللي اتقالت: الوزن، المقاس، الfinish. رابع حاجة السعر، وهنا الموضوع هيبقى مختلف من شخص للتاني. مش كل الناس هتقدر تشتري منتج غالي، وبالتالي في ناس كتير بتدوّر على منتج سعره مناسب. فعندي ال5 شركات اللي موجودين بيقدّموا 5 أسعار مختلفة، كل منتج وليه سعر. البداية عندنا
من 300 جنيه لحد 950 جنيه. أنا بقى أقدر أدفع أنهي رقم فيهم. يعني أنا عندي ال5 شركات ب5 أسعار مختلفة، الموضوع بيتدرج لحد ما بيوصل ل950 جنيه تقريبًا. ده الكلام ده يعني على الوقت الحالي اللي أنا باتكلم فيه، فأنا هاشوف برضه السعر المناسب ليّا إيه. أنا السعر المناسب، أنا النهارده عندي منتج من شركة معينة سعره 10 قروش، هل أنا في إمكانياتي إن أنا أدفع ال10 قروش والّا لأ؟ لو في إمكانياتي يبقى أنا هاحط الشركة دي كده على جنب وأقول دي من ضمن الشركات اللي أنا ممكن أشتري منها. لو أنا ال10 قروش بالنسبة لي كتير، يبقى أنا مش هاقدر أشتري من الشركة دي، يبقى أنا هاستبعد كمان الشركة دي بسبب إن أنا مش هاقدر أشتري المنتج لإنه سعره عالي عليّا أنا شخصيًا. ممكن نسمع آراء من ناس، ممكن ناس تدّي feedback كويس جدًا عن الشركة الفلانية، بس أنا ما عنديش إمكانية إن أنا أشتري منها. يبقى أنا النهارده لمّا أحط ال4 بنود دول قدّامي، هنقدر نطلّع إيه هو أفضل منتج أو أفضل شركة نتعامل معاها في الحديد الزهر، لإن الاحتياجات بتختلف من واحد للتاني. النهارده في حد بالنسبة له الfinish مهم جدًا، فهو هيستبعد شركة أو 2 أو 3 ويختار شركة واحدة معينة أو شركتين هيتعامل معاهم. هيبُص للسعر، هيلاقي إن هو إمكانياته برضه مش هتسمح إن هو يتعامل مع الشركة دي، بس هتسمح تتعامل مع الشركة دي. هيبُص على الوزن، هيلاقي إن الوزن هنا مناسب ليه وهنا مش مناسب ليه. هيبُص على المقاس، هيلاقي إن الشركة دي بتدّي له كل المقاسات اللي هو محتاجها، والشركة دي ما عندهاش المقاس اللي هو محتاجه. يبقى النهارده لمّا أحط ال4 بنود دول قدّامي، هاقدر أطلّع أفضل منتج حديد ظهر في السوق ليّا أنا شخصيًا. إنما في العموم إحنا بنتكلم إن المنتج عبارة عن حديد ظهر، كل الشركات اللي موجودة في السوق بتقدّم منتج محترم جدًا، بتقدّم quality كويسة. الفرق بين ال5 شركات اللي موجودة زي ما اتكلمنا، في وزن، في سعر، في finish، إنما الquality بنسبة 90% إحنا بنتكلم في quality واحدة. إحنا بنتكلم على مقاس، وزن، finish، سعر. ال4 بنود دول لو اتجمعوا في منتج هيبقى هو ده أفضل منتج حديد ظهر ليّا شخصيًا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتعمل شير عشان غيرك يستفيد، وهاسيب لك لينكات كل الشركات عشان تقدروا تخشوا تتفرجوا على المنتجات بتاعتهم، وتقدروا تحكموا وأنتم بتشتروا على المنتج اللي أنتم عايزينه وشايفين إن ده هيبقى مناسب ليك أو مش مناسب ليك. أشوفكم في حلقة جديدة.